برغم عصر التكنولوجيا اللي عايشين فيه، في قبائل غريبة وعاداتها وتقاليدها أغرب. هتندهش بجد من اللي هتسمعه. والنهاردة هقولك على أغرب قبائل على وجه الأرض، وخصوصا القبيلة الأخيرة. أنا إبراهيم. لو أنت مهتم بالقصص الغريبة وعالم الحيوان يبقى أنت في مكانك الصحيح. وشكرا لكل شخص دعمني بلايك أو اشتراك. بسم الله، يلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. أول قبيلة معانا قبيلة ودبي في تشاد. القبيلة دي من أغرب القبائل في العالم، اللي معروف في كل الشعوب إن الزينة والمكياج دي حاجة خاصة بالستات، لكن في القبيلة دي الموضوع مختلف خالص. قبيلة الودابة الرجالة هم اللي بيحطوا مكياج، ومش بس كده، لا كمان بيشيلوا معاهم مراية عشان يعدلوا مكياجهم لو باظ، يعني شغل فاخر من الآخر. تخيل عزيزي المشاهد إن القبيلة دي بتعمل مهرجان من أغرب المهرجانات كل سنة، ومعروف باسم مهرجان سرقة الزوجة. إيه طقوس المهرجان ده؟ إن الشباب بيقوموا بكذا رقصة قدام الستات علشان يعجبوهم، يعني مش مكفيهم ان هما بيحطوا مكياج، لا وكمان بيرقصوا لهم. ومفيش مانع عندهم من زوجة تسيب زوجها عادي وتروح مع راجل تاني لو عجبها. ومن عاداتهم في اللبس انهم بيحطوا ريش فوق دماغهم، المفروض يحطوا قرون. تاني قبيلة معانا قبيلة هونزا. بتعيش القبيلة دي في قرية هونزا المسلمة في جبال كاراكورام في شمال باكستان. والمعروف عن القبيلة دي إنها ما بتمرضش أبدا، اللهم لا حسد يعني، وسكانها مش بيشيبوا وبيعيشوا حياة بصحة جيدة وحياة أطول. صلوا على النبي يا شباب. طبعا عزيزي المشاهد أكيد بتسأل نفسك دلوقتي وبتقول الناس دي بتعمل إيه عشان تبقى كده. أنا هقول لك عزيزي المشاهد ده كله ليه؟ ده كله بسبب النظام الغذائي اللي بتتبعه القبيلة دي، اللي بيعتمد على الفواكه والخضار بس والعصير الطازة، وده بيبقى غذائهم الوحيد لمدة 3 شهور في السنة، وعمرهم ما بياكلوا لحوم أبدا. ومن الرياضة اللي بيعملوها كل يوم إن هم بيجروا لمسافة 20 كيلو متر وهم بيضحكوا. تصدق فكرة حلوة ممكن أجربها؟ يبقى قولوا لنا في الكومنتات ممكن تجربوها ولا لأ. وتخيل عزيزي المشاهد واللي هتستغرب منه إنهم ملهمش تاريخ مرضي مع مرض السرطان أبدا، وده كله بسبب أكلهم للجوز المجفف على طول، اللي بيتحول لمادة مضادة للسرطان داخل الجسم. اوعى تندهش لما يقابلك واحد منهم وعمره 70 سنة وتشوفه شباب عني وعنك. القبيلة دي مش هتنفع تاني بعد الفيديو ده. قبيلة الأغوري. بتعيش القبيلة دي في الهند، وهي من أغرب القبائل اللي هتسمع عنها، وده بسبب سلوكهم الغريب. القبيلة دي من آكلي لحوم البشر، يعني سايبين اللحمة والفراخ والحمام والغزلان وبياكلوا في لحوم بعض، وسابوا الميلامين والأكروبايركس والنيش كله، وما بيشربوش غير في جماجم الموتى، وبيغطوا أجسامهم برماد الأموات بعد حرقهم، اعتقادا منهم إن ده هيديهم قوة جسدية وروحية ومهلبية، وهيطول كمان في عمرهم وهيمنع عنهم الشيخوخة. الحمد لله إن أنا مش هندي. وتخيل عزيزي المشاهد من عاداتهم المقززة إنهم بيعاشروا الموتى وبيسكنوا المقابر، وده اللي بيخليهم أغرب وأنتن قبيلة سمعت عنها. قبيلة الكازاخ. هي قبيلة تعيش في منطقة طاي في منغوليا، ودي المنطقة اللي جه منها جنكيز خان اللي وحد قبائل قطار تحت قيادته. والقبيلة بتتميز بعلاقتها المميزة مع النسور اللي بيسموها بالارتباط اللانهائي. الشباب بتقوم بتدريب النسور لمدة 5 سنين، وفي خلال ال5 سنين بيفضل يغني للنسر باستمرار علشان صوته يفضل في عقل النسر على طول. ومن عاداتهم الغريبة في الجواز، والحمد لله ان العادات دي مش عندنا، ان العريس بيقدم مهرين، مهر للزوجة ومهر لأمها. طبعا في ناس كتير نفسها يتطبق الكلام ده عندنا، بس بعينك ابدا. تخيل عزيزي المشاهد المهر ده بيكون ايه؟ لو كان غني لازم يقدم 77 من الخيول الاصيله، ولو كان متوسط الحال 47 من الخيول، ولو كان فقير 17 من الخيول. فالعريس بيروح مع الخيل بتاعه او مهر العروسه، وبيفضل قاعد بعيد عن بيت العروسه، ولو سمع اصوات تهاني بقى وزغاريط وهيصه يبقى وافقوا عليه، ولو حصل وما سمعش حاجه يبقى اترفض. وممنوع زواج الأقارب في القبيلة دي نهائي. قبيلة البجاو أو غجر البحر أو بدو البحر. القبيلة دي بتعيش في أكواخ على سطح البحر في جزيرة بورونيو، اللي بتطل على 3 حدود دولية، أندونيسيا وماليزيا وبوروناي. بتتميز القبيلة دي بانعزالها عن العالم الخارجي، وأغلب وقتهم بيكون في البحر. وأهل القبيلة دي عندهم قدرات غير عادية في الغوص لمسافات طويلة بتوصل ل20 متر ومن غير تنفس، يعني سمكة عايشة تحت المية، وده غير نظرهم القوي جدا والحاد. وفي أساطير بتقول إن سبب حياتهم في البحر كانوا في قديم الزمان
بيعيشوا مع حاكم ملوش ابناء الا بنت واحده بس، والبنت دي ضاعت في البحر، وامرهم الملك بالبحث عنها، لكن هم ما لقوش البنت دي، فخافوا يرجعوا الملك يغضب منهم ويقتلهم، وده اللي خلاهم يفضلوا في البحر لغايه دلوقتي. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وارجوكم بليز توصلوا لي الفيديو ده 1000 لايك، ده بعد اذنكم طبعا، واشتراك على الماشي وفعل زر الجرس، معلش انا طماع، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.